السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصديقات والأصدقاء. فإذا به كيتحفنا حزب قال لك العدالة وقال لك التنمية، واحد البلاغ ما نعرفوش خرج اليوم ولا خرج البارح، اللي بلا عكز عليهم كيحاولوا من خلاله انهم يديروا اون طونطاتيف دانتيميداسيون لينا حنا اللي خرجنا وتصدينا لمغالطاتهم. ولا حتى داك المكتب ديال شي مكتب ديال مجلس النواب قال لك غيخرج فيهم شي بلاغ غدا. دونك ديكو اسرعوا خرجوا بلاغ والامانه العامه وطيح اكثر من نايض وعك عباد الله. الا قبل ما نبدا في الجواب ديالي على هاد القوم هادو، بغيت نتوجه لواحد الناس اللي خارج السياق وغير متابعين، اما هذوك اللي متابعين وفاهمين فلا يهمونني البتة. هذاك الشيء اللي كيكتبوا وهذاك الشيء اللي كيقولوا داخل في اطار العمل ديالهم، في اطار المهام الموكله اليهم، والله يكون في العوان. اما بالنسبه للمواطن المغربي اللي فيه واحد الحس حقوقي غير مؤطر، بمعنى انه كيشير هو بهذاك الحس الحقوقي فين ما جا هو هذاك، وقالوا ليه بانه حنايا هما الاعداء. الوغ انا هاد الناس هادو اللي كنفسر ليهم. الوغ الاستاذ فاش كيخرج حزب سياسي دوبوي دي زاني ديجا كيخرج بواحد الفوكابولير اللي عمره ولا هو كان في تاريخ البرلمان المغربي وفي تاريخ المغرب، كيخرج هذاك الامين العام ديالو كيولي كيمارس السب والشتم بطريقه جد عاديه، كما لو انه كان فوق الاعراف وفوق التقاليد وفوق القانون كاع هو. وكيزيد طينه بله حين يقوم بالتهجم علينا على اساس واحد الفكره كنا كنرددوها كنامنوا بها، ماشي كنرددوها كنامنوا بها، ديال المغرب اولا واخيرا. كيخرج كيقول لنا الحمير الميكروبات، اما اللي انتهز قبل غزه فيسبونا. ياك هنا في هذا الاطار هذا عندك جوج ديال الحلول: اما انك توجه للقضاء وتدعيه، ولا انك تجاوبو. بس ما كاينش شي حل ثالث بالنسبه للناس اللي عندهم ذره ديال الكرامه. انت براسك فاش كتكون هكا غادي في الزنقه وكيسبك شي حد، تجيش تقول ليه جو في تو طوندغ مون اونتر جو باش تمرمقني مزيان. هنا مرمقتيني بقات لك هادي. حنا المسيحيين حنايا مع كل احترام المسيحيين المغاربه، حنا ما عندناش الثقافه هذه. حنا عندنا واحد الثقافه سميتها السين بالسين والعين بالعين والباج اظلام. ولكن قبل ذلك نلتجئ الى القضاء، وانا التجأت الى القضاء وحتى الشكايه بهذا المدعو عبد الاله بن كيران. عيط لي شي حد، سوق لي شي حد البته، قال لك سيدي حكا والواد هو عنده مكانه اعتباريه، وكيجي شي بوزبال يرددوا هذا الكلام ديال المكانه الاعتباريه مثل المكانه الاعتباريه، وبعض الصوت كيقول لك انا يسار وكنامن بالعداله، العداله الاجتماعيه والمساواه، فاذا بك لا تفهم شيئا. راه غا السيد هذا واش خرج سبنا ايوان ام لا ان؟ هذا في الجوج. سبناه خرج اخويا وسباك. انت اللي كتقول المغرب اولا، اما دوك ما كيقولوا حتى لعبه راه ما سبهمش، يي سو سونت ميم با كونسيرني. وهادو بالنسبه لهادو سي تو سون با كونسيرني تخصك راسك، ça veut dire que tu n'es pas concerné par هادشي اللي كنقول مزيان. دونك هاد السيد هذا سبنا وعايرنا، الحزب ديالو ما دار حتى شي باباه الحلو في موقف في هذا الاطار هذا، حتى حد ما هو عيط ليه من اجل مساءلته والو. دونك عندي الحق وكيرفع عليا الحرج انني نهضر معاه بايتها لغه بغيت نهضر معاه بها. فهمتي؟ هو هذاك ما فهمتيش، ما عندي ما ندير لك. داكوغ مزيان. الوغ كيجي هذا الحزب البائس كيقول لك شنو نوح دير هكا حميده، تروح ديرو مناصي. ما فهمناش شكون اللي كتحضر كتهدد. قول هي ما هي تروح ديرو هي تهديد. علاش كتحضرنا من انه
كاينه واحد الحمله اعلاميه علينا وحنا ما درنا والو، حنا نتشبتوا بالدستور. انت تتشبتوا بالدستور؟ الدستور كيقول لك اساسا انت كحزب سياسي كاع ما خاصك تكون. هذه اولا كيقول لك ما كاينش شي حزب سياسي مبني على انتماء ديني. مزيان. فاذا به ما تنفهموش نتوما القانون تيجي حتى عندكم وكيحبسها الاستاذ. ونتمنى ان يتم الالتفات لشكايه السي الفزازي. حنايا مفروحين ومتطرفين وهذاك الشيء كامل. هو السي الفزازي يا سيغتين تا هو عنده مكانات، حنا ما عندنا حنايا حتى شي مكانه، ما عند بابانا حنايا حتى شي مكان. المهم اعتبروا المكانه الاعتباريه ديال الشيخ الفزازي و دوني سويت اسا بلانت، الله يرحم بها الوالدين. لانه هذا السيد هذا اللي هو الامين العام ديال هذا الحزب البائس قد عاث في الارض فسادا. شنو قال لك؟ يحذرونا يهددونا يما الحائني. خلى الاخر خاف يا عيد. تاش من تحذروا ولا تهددوا ولا تمن انتم؟ خلى الاخر عجيب امركم. قال لك والحمله وتستهدفونا وحنا نحترم الدستور. شنو هو الدستور هذا كتحترم نتايا؟ اين يتجلى الدستور؟ كيقول لك خرج سب المغاربه اللي مختلفين معاك ولا اللي مختلف نتايا معاهم. خلي عليك نتايا دوك كتناطح معاهم ديال الاحزاب السياسيه. واللي مع ذلك نورمالمون tu devais placer la barre assez haut باش ما تهبطش لهداك النيفو ديال المعاطيه. وهما كيف ما حنايا جاوبوك مع كل الاختلاف اللي يقدر يكون عندنا مع هاد الناس هادو. من نتا اللي بديتي السب والقذف في وسط القبه ديال البرلمان، انت اللي تعديتي الحدود ديالك فاش خرج كتفوح علينا وقال لي جلاله الملك وقلت لي جلاله الملك وقلت ليه صلي الجمعه وتستفزونا حقيقه. دونك دوكو عندنا الحق اننا نهضروا معاك باي لغه بانت لينا. داكوغ. وجاي من الفوكس نحذروكم من تسيراش من تحذرونا. انتي كومبليتمون مالاد، فزيت كومبليتمون مالاد. ولا كيسحب لكم راسكم بانكم زعما حاكمين البلاد وحاكمينها، حاكمين السيكتور كيف ما تنقولوا. فو ترومبي كومبليتمون. فاش كتجي الاستاذ كتسلط عليا الذباب الالكتروني ديالك وتنعرفوا بانه ذباب الكتروني ديالك، تنمشي عنده هذاك اللي كيسبني ولا اللي كيعري، كنمشي عنده لو كونت وكنلقاك انت هكا كاين، وكنلقى حزب العداله والتنميه اقليم كذا، حزب العداله والتنميه اقليم كذا. تلقاك انت عند اللي كيسبوني وكيعايروني. انت تصيفط لي اللي يسبني ويعايرني وخاصني انا جو سوي سونسي نبدا نتسب معاه ولا نترد معاه ولا جو سوبي. زعما في احسن الاحوال بالنسبه لكم نتوما في المخيله ديالكم كاميرا كتخاف كتسرعد وكدهش. لا انا غنهضر معاك انت اللي طلق عليا الذباب. انت غنسبك انت، وعندي الحق انني نسبك لانه انت طلق عليا اللي كيسبوني. وخلي عليك كاع هاد الحسابات ديال هاد الرعاع اللي تابعين ليك. وعندك الهناوي خرج يتهجموا عليا وحط تصويرتي. علاش ما غاديش نسبك؟ بيان سور كنسبك ونفوتك لديك الجهه. وهادي هي اللغه اللي كتفهموا، اللغه ديال العنف اللفظي. لأننا جربنا معكم الاحترام وجربنا معكم الترافع السلمي وما كتسوقوش، كتعتبروا ذلك كتعتبروه ضعف. دونك ما يجيش انا شي واحد يزايد عليا في اللغه ولا في الاخلاق ولا في المستوى. مزيان. هاد البلاغ هذا التهديدي ديال الضغط واننا ونتعرض زعما على اساس نتوما مظلومين وحنايا كنحترموا المؤسسات. شكون اللي طاول على الجيش الملكي؟ اللي داخل فيه وفي المكونات ديالو داخل الدرك الملكي اللي هما على حساب الملك المغربي. شكون اللي هضر على الدرك الملكي في وسط البرلمان؟ فين هو التوقير والاحترام؟ لا نتايا عينك في الحكومه تجي ترفس نتايا فين ما بغيتي، ما كاين حتى شي مشكل. وحنايا خاصنا نضربوا الطم ونسكتوا على اساس غتقلق لينا. ولا تقلقتي يا ربي يا مولاي غتوقع القيامه، غتقوم القيامه اخويا. عجيب امركم. واتمنى صادقه ان هادو اللي قالوا بغا يخرجوا هذا البلاغ يخرجوه، وسوف نساندهم في ذلك رغم اختلافنا معهم ورغم عدم وجود اي علاقه بيننا وبينهم. واللي لقى هذه العلاقه هذه يوريها ليا. تنتمنى
انهم يتحلوا بالشجاعه اللازمه باش يخرجوا هذا البلاغ هذا ويجروا موقف بوغ اون فوا.